الله. عاشت سوريا الأسد وسقط بشار الأسد. على وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا السيدة عضو مجلس مدينة بلجيكا، تنضم إلينا هذه المرة من حلب. تحية لك زعجني بالموضوع إنه صارت ترند وأنا ما حكيت شيء غلط. يعني طبعا واحد كلمة الأسد دائما عم نتداولها، وأنا أول مرة بحياتي بتطلع كلمة الأسد إنه يعني بهالطريقة. أنا دائما بقول مندوسهم بيت الأسد، سقط الأسد، عاشت سوريا وسقط نعم. الأسد. كون الجملة نفسها التي قلتيها فيها عبارة الأسد في النهاية، يعني سقط الأسد، يعني ربما هي يعني تراكبت يعني بين بعضها البعض. الفرح أحيانا الإنسان كثر ما أنا نعم. فرحانة. يعني أنا وقت شفت هالتجمع حول قلعة حلب وسيادة الرئيس أحمد الشرع، يعني دموعي صارت تنزل بفرحانة إنه أنا عايشة بالفعل سقط الأسد. نحن فقدنا الأمل، خلاص مع لا بلد ولا شيء، خلاص بلجيكا لنا. ولكن عندما سقط الأسد هاي الفرحة فرحتي، مو بس أنا، فرحة كل إنسان حر وإنسانة حرة، وفرحة أطفالنا وفرحة شبابنا وفرحة شيوخنا وفرحة شهدائنا وأمهات شهدائنا وأمهات نعم. الأسرة اللي استشهدوا. وأنا كامرأة عفوية طلعت لأعبر عن فرحتي وزلت لسان طلعت يعني. طيب. وأنا صلحت، يعني أنا عم بقول شو يعني. طيب. الفرح أحيانا الواحد ما بيحس عم شو عم يحكي. في المقطع يعني ست سهام، في المقطع هذا اللي تم تداوله وقفتي أنت وقلتي لا عيدوها. هل طلبتي من الصحفي يعني إعادة المقابلة، أو بالأحرى عدم بث هذا المقطع؟ هو طلبت منه، بس هو معلش هلا هو اعتذر مني والعفو عند المقدرة وما في مشكلة. نحن بننتم سوريين ونحن بنسامح. انزعجت جدا جدا، ولكن يعني جريدة زمان الوصل وزمان الوصل الله يجزيهم الخير كلهم تواصلوا معي وتضامنوا معي، وهذا شيء كثير كبير بالنسبة لإلي. ونحن بنبقى سوريين. يعني طبعا أنا غضبت وزعلت وفشيت أهل قلبي، حكيت اللي بدي إياه معه، بس الشيء الحلو إنه اعتذاره هذا رد لي اعتباري. طيب كان يعني هناك أنا ما بدي شيء غير الاعتذار. ما طيب. بيهموني. الجريدة نشرت بيان فيه اعتذار من جريدة زمان الوصل، وكما تقولين الآن يعني تواصل معك الصحفي، وكان هناك ردود فعل كبيرة اليوم يعني حيال هذا الموضوع. كان هناك دفاع عنك كبير أيضا، ويعني معظم الذين يعني تفاعلوا مع الموضوع ذكروا بمن أنت وما تاريخك وأين تقيمين وما هي نشاطاتك. ويعني لاحظنا بأنك عضو مجلس مدينة الآن، أنت حصلت على الجنسية البلجيكية وأصبحت يعني تعملين في يعني دائرة المسؤولية الآن. احكي لنا عن هذا الجانب. أنا بالنسبة لي يعني أنا من 2003 مقيمة في بلجيكا، واخذت الجنسيه البلجيكيه من عام 2000 تقريبا 8. طبعا هو زوج مغترب اكثر من 40 عام، هو السيد احمد حاج عبده، بوجه له كل تحيه لانه هو الانسان الرائع جدا، دائما بيوقف جنبي